تيك تيك. السلام عليكم. اوكي، في الفيديو ديال اليوم غنشوفوا بالنسبه للناس اللي باغيين يسافروا برا المغرب ولا تركيا بالضبط، ومازال ما عارفينش كيفاش وشنو هما الحوايج اللي خصهم، وما عندهمش معلومات كافيه على البلاصه، على الطياره، على بزاف الحوايج، وعلى كيفاش يبروغراميو البلان ديالهم. هادشي علاش درت لكم هذا الفيديو اللي فيه كل شيء. واخا تكون عمرك سافرتي قبل واول مره ليك تسافر خارج البلاد، ما عمرك حجزتي الطياره ولا اي حاجه، ولكن بغيتي تسافر من بوحدك، هذا الفيديو لك. اوكي، نبدا على بركه الله. اول حاجه نبداو باول سؤال اللي هو واش خصني فيزا باش نسافر تركيا؟ والجواب هو لا، ما كتخصكش فيزا بغيت تسافر تركيا، حيت المغرب مع تركيا دايرين شراكات، فما كتحتاج فريمون فيزا باش تبغي تسافر. لا، الوثائق اللي كتحتاج صراحه هي وثيقه وحده كتحتاج الباسبور ديالك. اوكي، هذه الحاجه الوحيده اللي كيخصك، او البيي دافيون اوف كورس، البيي ديال الطياره. بعض المرات كيطرى للدراري بزاف، كنشوفهم في المطار كيسيباريوهم على جنب. بجوج مرات حاليا كنمشيو كنلقى نفس الحاجه. فالدراري ما عرفتش علاش ولكن في تركيا جوبونس حيت كيحرقوا داكشي بزاف، ف كيسيباريوهم شويه على جنب. سو حسن انت تكون دير الوثائق ديالك كاملين، هاز البيت ديال الطياره ديالك تكون عندك، الباسبور ديالك ديما يكون عندك واخا تكون لداخل. تبغي تخرج مثلا من لوطيل، غير من لوطيل للغيستو ولا من لوطيل شي بلاصه تخرج الدور، ديما هاز الباسبور. خصك اوسي التيكي كما قلنا بيا ديال الطياره، الريزرفاسيون ديال لوطيل الا كانت عندك غتنفعك بزاف الريزرفاسيون ديال لوطيل. وصافي، هادشي ما كان. بالنسبه لشحال غادي يخصك ديال الفلوس، اهم سؤال. اوكي، فلوس، شحال خصك ديال الفلوس؟ هو سا ديبون عليك انت. الا كنتي حاليا مثلا مازال ما بلانيتيش لشهر 8، باغي تمشي في شهر 8 وباغي تخلص الطياره شهر 7، غتقام لك اكيد غاليه بزاف. فاللي غير خصك دير هو انك تمشي مع شي اجونس، حيت هما كيكونوا شاريين التذاكر قبل، فبالاساس انت كتشري من عندهم تيكي ديال الطياره والريزرفاسيون ديال لوطيل والمبيت في لوطيل، كتقام لك رخص من انك الا مشيتي بوحدك. سو غيكون حسن الا مشيتي مع اجونس. كاينين لي زاجونس اللي كيتخلص معاهم نتايا كلشي في الرحلات والخرجات. كاين اللي كتخلص غير داكشي بوحدو وكيبقاو الرحلات والخرجات بوحدو. اوكي، بالنسبه للثمن كيبدا تقريبا 7500 حاليا، طلعوا شويه 8500 مع مضيق هرمز. المهم بزاف الحوايج واقعين، ف النفط غلا. 8500 واصلين حاليا، فيها الاوتيل وفيها طياره بجوج. وغالبيه الوقت في الزوينه الاوتيل كيكون فيه الفطور، كيكون فيه الفطور او الطيار ديالك وسكن زوين. كما قلت لك، بغيتي تمشي بوحدك غتمشي للموقع ديال سكاي سكانر، كتقلب فيها الطياره، تشوف رخيصه لك وغادي تمشي، وتقلب في الموقع ديال بوكين على لوتيل رخيص وغتمشي فيه تغزر باسهل طريقه. ما كنتيش مسالي ولا بغيتي شي بلان اورغانيزي بيان اورغانيزي، حسن كيبقى اجونس دو فواياج. الا بغيتي لاجونس دو فواياج خصك ضروري تكون شي حاجه ثقه ديال بصح، حيت بزاف تيقول لك غادي نديكم هاد البلاصه هاد البلاصه وهاد البلاصه، من بعد ما كيديكمش دوك البلايص. مشيت مع جوج ديال لاجونس دو فواياج الاولين كانوا قالوا غنديكم البلايص، وفريمون داونا نفس المناطق، نفس البلايص اللي كانوا كاتبينها في البلان، ونفس لوتيل اهم حاجه. لاجونس الثانيه اللي مشيت فيها كان صراحه دارونا واحد البلايص، ولكن داونا البلايص شويه مختلفه، وفي نفس الوقت داونا الاوتيل مختلف، فوقع مشاكل من بعد. ردوا بالنا القضيه بليز. زائد كاينين لي زاجونس اللي كيدير راسو عنده اجونس كينصب على الناس وشي حاجه، ما بغيناش هادشي. فالمهم الا بغيتي شي ريكومونداسيون محتاجه غنخلي لك لتحت لا باج ديال الاجونس اللي مشيت معاهم في المره الاولى، كانوا زوينين صراحه، والتزموا لنا ميم بالبروغرام اللي كتبوا لينا هو نفسه اللي داونا ليه وداروا لينا. اوكي، دابا غنوصلوا لشحال خصك كل نهار تما. الاغلبيه كيكون سفر ديال 7 ايام ولا 8 ايام. تقريبا الثمن ديال الاكل ديالهم كيكون بحال المغرب، في الساندويش، في الاكل كباب، دجاج، على حسب انت شنو يعجبك. الاغلبيه تيكون الا بغيتي شي غدا زوين، حيت الاوتيل اغلبيه كيكون فيه فطور، الا بغيتي شي غدا زوين كتقام عليك 100 درهم تقريبا. بغيتي عشاء مزيان تا 100 درهم هكا. بغيتي الفطور اوريدي كيكون في الاوتيل، تقريبا 200 درهم النهار كيتقام لك. 200 ضربه في 7 ايام الا بقيتي 7 ايام يعني 1400 درهم ديال الماكله تقدر تهزها معاك زياده. هادشي الا غتاكل، زعما انا عطيتك شي حاجه زوينه. الا بغيتي شي حاجه عاديه
شغلك هذاك. الا كنتي ما بغيتيش لي زاجونس دو فواياج طالع لك في راسك بغيتي تمشي لراسك، احسن حاجه غتدخل الموقع ديال بوكين وغادي تقلب تما على لوتيل اللي بغيتي. مثلا واش هوستل ولا هوتيل. هوستل كيكون انت وساكن مع شي ناس اخرين، اوكي، كيكون اغلبيه رخيص ولكن ماشي سيكوريزي بزاف، يقدروا يطير لك شي حاجه من الباجاج. ولا هوتيل كيكون بيان سيكوريزي وحسن تكونوا نتوما اللي كنتو تكونوا جوج. والاغلبيه ديال لي زوتيل في تركيا كنظن كيكونوا رخاص بزاف تقريبا. المهم هو شي اوتيل زوين واحد كان شفتو تقريبا $30 300 درهم الليله، مزيان وبالفطور جوج الناس جو بونس، فمزيانه بزاف. والموقع ديالو جاي حدا يمينو واحد البلاصه فات ترام فيها الباص فتحي واحد السوق، غيعجبكم بزاف. سميتو تريند هوتيل، نخلي لكم هنايا وكاو بغيتو تمشيو ليه. بالنسبه للطياره، تشوف الطياره مناسبه غتدخل سكاي سكانر وغتشوف الطيارات اللي كاينين حاليا. انا كنريكوموندي الى عندكم تيسر سير في تركيش ايرلاين، الماكله عندهم في الطياره زوينه وسيرفيس زوين، اوكي، احسن من اير عربيه او صافي صعب. اوكي هادشي اللي كاين. احسن اوتيل كما قلت لكم كيبقى هو هذا اللي قلت لكم بالنسبه للسعر وبالنسبه للموقع ديالو، حيتاش قريب للترام، قريب الباص، قريب المآتر والبلايص اللي كاينين تما، وقريب اوسي لي زاجونس. اون فوا الا مشيتي بوحدك وقررتي تمشي بوحدك، غنخلي لكم اوسي السميه ديال واحد لاجونس لتحت، هي كديكم لواحد المناطق اللي قراب من البلايص في تركيا. مثلا كياخذوكم سابانجا نخليكم التصويره ديالها. كيديوكم سابانجا مثلا، وكتقام لك رخيصه، يعني واحد $20 200 درهم هكا، يعني كيديوكم راه ساعتين ديال الطريق، راه بعيده. تبقاو تما كديروا لي زاكتيفيتي وتشوفوا كلشي وترجعوا، فشي حاجه زوينه بزاف. الا كنتو مهتمين سابانجا اقرب وحده لاسطنبول وزوينه بزاف، فما يتشاف. بالنسبه للبورصه يا رب تكون هي السميه، انا السميات كيتخاطوا ليا. بورصه جو بونس البوسنه المهم غنكتبها لكم الا كنت غلط. هذيك حتى هي زوينه ولكن كتكون زوينه اكثر في الشتاء، حيت في الشتاء في الثلج والربيع تيكون الخضوره وداكشي. مع الصيف ما نظنش تكون زوينه. شفتي ولا في اسطنبول بوحدها فيها بزاف ما يتشاف. الا بغيتو تخرجوا شويه على برا اسطنبول، سافانجا كتبقى احسن اختيار. اسطنبول بوحدها في الاسواق وداكشي والاكسايتمنت ديالها بحال كازا تقريبا، غتعجبكم بزاف، خاصه الا كنتو سكان كازا مولفين بالضجيج. حاجه واحده اخرى بالنسبه للترام، اول حاجه ان شاء الله الا مشيتو بغيتو تردوا لها البال، مثلا الترام كتكون فيه واحد لاكارت اللي هي هذه اسطنبول كارد، هذه كتخلصها. انا كنت عرفتي شنو كان كيطرى ليا، كنت كنمشي ما عنديش هاد لاكارت، فديما تنقول شي واحد عافاك باش نخلصك، انا نخلصك الفلوس وقطع ليا بلاكارت ديالك. في الاخر كيقطعوا ليا فابور، كنقطع لها فابور. هذاك العام اللي مشيت فيه الاول ما خديتهاش، حتى العام الثاني اللي مشيت فيه انا باش شريت لاكارت ما عرفتش منين نشريها، حتى من بعد عرفت منين نشريها وخديتها. ولكن من بعد صراحه كانوا اتراك ظريفين عليهم، كان كل مره تيقول لي ماشي مشكل، كيقطع ليا من التيكي ديالو، كنطلع في البيس ولا في الترام، وكنت سبحان ديما زعما غادي جايه التيكي ديال الناس عمري قطعتها. ولله الحمد. المهم كدير الخير كتلقى الخير، كتلقى الخير في بلاد الناس. فالمهم هادشي اللي كاين. سينو حاولوا تاخذوا لاكارت غتعاونكم بزاف. الثمن ديال التذكره ما كتكونش بزاف، تقريبا 3 دراهم ولا شحال 24 ليره مقسوم على 4، شوفوا شحال جاتكم هي هذيك. ايوا تركيا كتبقى من احسن ديستيناسيون بالنسبه لك، خاصه الى اول مره غتسافر والبيدجي ماشي بزاف وما عندكش فيزا شنغن ولا شي حاجه، فكتبقى احسن اختيار ليك الا كنتي مهتم تشوف بزاف ديال البلايص وتستمتع بهم وفي نفس الوقت تقضي وقت زوين. ايوا هادشي اللي كاين. عجبك الفيديو متنساش دير لايك وتكتب لي المدينه اللي بغيتي تزورها اكزاكتومون في تركيا. و see you in the next video. Bye.